السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في غابة كل حيواناتها بيحبوا بعض وكانوا طيبين جدا، قليل لما بيحصل فيها مشاكل، كلهم بيخافوا على بعض دايما. كان في شبل صغير اسمه سيمو، كان بيحب يساعد أصحابه لأنه كان بيحب يشوف الابتسامة على وشهم بسبب أفعاله، وكان كل ما حد منهم يطلب منه حاجة على طول بيقوم يعملها، ولو ما قدرش يساعده في الحاجة دي بيدور على اللي يقدر يعملها ويساعده. وفي يوم من الأيام طلب منه صاحبه الأرنب يجمع الجزر معاه. قضى سيمو اليوم كله مع الأرنب في الغابة بيدور على الجزر، وكان في آخر اليوم تعبان ويدوب عاوز يروح بيته ينام. لكن قابلته الزرافة وهو مروح، طلبت منه يدور معاها على حاجة ضايعة منها. طبعا سيمو ما تعودش يرفض لأصحابه أي طلب بيطلبوه منه، فقرر يقعد يدور معاها على حاجتها بالرغم من تعبه. وبعدها روح بيته ونام، وصحى على صاحبه الفيل بيخبط على بابه. لما فتحله قاله إنه عاوز مساعدة علشان ينظف بيته. سيمو راح وهو مرهق جدا وفعلا بدأ ينظف معاه البيت الكبير. وبعد ما خلصوا كان سيمو تعبان من الحاجات اللي عملوها كتير. مع مرور الوقت بدأ سيمو يبقى على طول مرهق وتعبان جدا، وده كان باين عليه بسبب انه مش بيرفض لأي حد طلب ابدا. وما بقاش سيمو قادر يلعب ولا يتبسط بوقته، طول الوقت تعبان، لحد ما جت البومة وقالت له لازم تاخد بالك من نفسك وإلا هتكون غلطان. وقالت له إنه بيرهق نفسه في مساعدة كل اللي حواليه ما عدا نفسه، بينسى يلعب ويتعلم حاجات جديدة لأنه دايما مشغول بوقته في مساعدة اللي حواليه، وإنه شيء جميل يكون بيحب يساعد أصحابه وياخد باله منهم، لكن الأهم إنه ياخد باله من نفسه علشان يبقى عنده طاقة يساعدهم. سيمو فكر في كلام البومة ولقى إنها فعلا معاها حق في نصيحتها، وبدأ ياخد باله من نفسه ومش كل حاجة بتطلب منه بدون تفكير ينفذها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.